السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. شو ما هنعمل النهاردة؟ أكلة جميلة جدا ما شاء الله عليه، شايفين الجمال. هنقول بسم الله توكلنا على الله، اللهم احسن ما بين يدينا، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا كاري، بهارات فراخ، فلفل، كمون، ملح. معنا الفلفل وطماطم، طماطمية وليمون وبصلتين. هناخدهم كلهم نضربهم في الكبة، وبالشكل ده نعمناهم ونزلنا عليهم بخل والملح والليمون والبهارات. وبعد كده بجيب فرخة، دي فرخة بلدي صغيرة، كيلو وربع. هنعملها بالشكل ده كده في التتبيلة، ونخلي من تحت الجلد، ونحشي الفرخة كلها بالتتبيلة. بعد كده هنجيب الوراك، طبعا احنا خلينا كام مرة الوراك على القناة. الوراك مخلية بالشكل ده كده، هنجيبها ونحشيها بالتتبيلة، ونركنها كده في التلاجة ساعة أقل حاجة، ولو باتت تبقى أفضل. هناخدها ونحطها في التلاجة بالشكل دوت كده. بعد كده هنجيب معلقة زبدة كبيرة وزيت، وننزل بيهم في الحلة على النار. هنبتدي نعمل الرز البسمتي مع بعض. ننزل ببصلة، اول ما البصلة بتاخد لون معانا بالشكل ده كده، بننزل عليها بالتوابل. معنا ملح، فلفل، بودرة زعفران، بهارات رز، فلفل، كمون، قرفة ناعمة. بعد كده بننزل بالبسلة. البسلة دي متفرزة، يدوبك شطفتها تحت المية في المية، وهنزلت بيها زي ما انتم شايفين كده. بنقلبها مع البصل. وطبعا في الشوربة للرز بننزل بيها معاها بهارات حصى، قرفة وحبهان ولور وفلفل حصى. وبعد كده غسلنا الرز، انا ما بنقعوش، انا بغسله بس بالشكل ده كده، وبنقلب. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا الزبده ما بحطهاش مع البصل عشان ما تحرقش، بحطها دلوقتي مع الرز وهو جاي يتشرب. بس ايه الشوربه بالبهارات الحصى. مقدار الشوربه بيبقى اعلى من الرز مرتين، يعني بيبقى عليه كبير. يعني الكيلو الرز ده كيلو رز ياخد كيلو 2 كيلو ميه الا ربع، او بس انا دايما بويمها بان بتبقى اعلى من الرز بشويه كتار. وبسيبه يغلي بالطريقه دي كده. واول ما بيغلي مرتين 3 5 دقايق بالظبط، يغلي بوطي عليه النار. وبالشكل ده كده ابتدى يتشرب قبل ما يستوي، يعني ده 3/4 سوا. باخد منه كمية لحشو الحمام الكذاب والفرخة. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بنجيب الورك بنفتحه بالطريقة دي كده، وبنحشي بين اللحم الفرخة والجلد، وبقفله. بمسح كل الرز بالطريقة دي كده، وبقفله بخلة السنان. بالطريقة دي كده، متخليش اي حاجه باينه من الرز خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بقفل شوفوه زي ما انتم شايفين كده، بقفلها كويس جدا كأني بخيط بالظبط بالإبرة. بس وانا بدخل الخلة، بضغط بإيدي كمان على الجلد يدخل لجوه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. والفرخة هنحشيها بالشكل ده كده من عند الرقبة. طبعا الرقبة بنحاول نحافظ على الجلد جدا عشان نحشيها وما تتقطعش معانا. بحط صبعين الاتنين كده، وابتدي احشي بالصابع ايدي.
صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيد الخلق سيدنا محمد أو على آله وصحبه وسلم أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعد كده بعد ما حشيتها من جوه ومن تحت الجلد بقفل الفرخة بالشكل ده كده، وبمسحها من أي رز فيها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هنجيب طبعا الخضار معنا، فلفل الوان وطماطم وبصل وبطاطس طرنشات، حلقات بطاطس، حلقات بالشكل ده كده. وطبعا بننزل عليها بملح وفلفل وكمون وقطعة زبدة صغيرة احطها اول ما انا حطيتها اول ما النار بتاخد سخونية كده، بقوم حطها على طول. دلوقتي هننزل بالفرخة ونرص هما دوم 4 اوراق نرصهم. ما شاء الله البطاطس الطريقة دي والله طعم البطاطس جميل جدا، وحتى لو في فرض ان في رز وقع منك بتبقى مع البطاطس طعمه جميل قوي. جربوها يعجبكم قوي الطريقة دي. ما شاء الله كده رصيناها. طبعا انا مش هسويها في الفرن، انا هسويها لكم على البوتاجاز، على عين البوتاجاز هنحطها. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا اول ما ابتدت البطاطس ارضيه الصينيه معايا تسخن، نزلت عليها بميه بتغلي بالشكل ده كده. طبعا مش ميه كتير، يا دوبك بس غطت البطاطس. بعد كده بغطيها بورق فويل، ولو الصينيه جدارها عالي بغطيها بغطا عادي. ودي ابتدت معانا الفراخ تستوي اهي. طبعا قلبتها مرتين، يعني الوش الاولاني بعد ما استوى قلبتها تاني، وبعدين نزلتها تحت شوايه الفرن لغايه ما اخدت اللون الجميل ده. انا ما سويتهاش في الفرن عشان ما تنشفش معايا. انا بفضل دايما اسوي اي مشويات في الاول تحت على البوتاجاز، وبعد كده بديها وش تحت الشوايه زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى جوسي وما تنشفش معاكي. ما شاء الله جميله طعمها وريحتها والله جميلة جدا. والبطاطس اللي تحت ما شاء الله، لو عايزة بتكتري في البطاطس بتزودي بطاطس اكتر من كده، بس انا حبيت اعمل شوية دولت بس تحتها. ما شاء الله شايفين الفرخة واخدة لون جميل ومتحمرة وطعمها تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا حمرتها تحت الشوايه واديتها لون، يعني انا بعد ما طلعتها وريتها لكم كده رجعت اديتها تاني تحميره من الناحيه اللي في الارضيه اللي تحت البطاطس. ودي عملت معاها سلطه وعصير مانجا والرز البسمتي ما شاء الله شايفين جماله بالخضار. رز بسمتي بالبسله والخضار، ممكن تحطي معاه جزر، ممكن تحطي كمان معاها اي خضار انت عايزه تحطيه. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ريت اللي وصل معايا لمشاهده الفيديو لايك واشتراك، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من هذا الاكل الطيب. ما شاء الله شايفين البطاطس دايبه وطعمها تحفه تحفه والله. وادي الورك معانا اهو، ادي متحمر من على الوش كده، وشايفين الناحيه التانية اهو المعلقه عملته بس، لكن هو ما كانش مقطوع ولا صار الرز خالص، مش متحمر من الناحيه التانية. بعد كده خدت بعد ما صورت اللقطه دي رجعت حطيته تاني تحت الشوايه على الناحيه اللي ما اتحمرتش عشان يبقى متحمر كله ويتقطم منه زي الحمامه بالظبط. ودي الرز معانا مفلفل جميل جدا اهوت. حبايه